قبل ما نبدأ ملخصنا حابب أعرفكم إن رجعت لكم بفيلم جديد، شوية أكشن ورومانسية طالعين من ملخصاتنا العالمية، فيا ريت تصلوا بينا على النبي وتدعمونا باشتراك ولايك جميل علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. ملخصنا العالمي بيبدأ مع الشخص ده وبيكون اسمه شنكر، وبيكون بيتمشى بالكلاب في الغابة، وبنشوف الشخص ده واللي اسمه راجا وبنشوفه بيصطاد حمامة، فبيطلق شنكر الكلاب علشان تصطاد الحمامة قبل ما تقع، وبيدخل معاهم في سباق. والواد بصراحة بيكون سرعته رهيبة وبيقدر فعلا انه يسبق الكلاب ويمسك الحمامه قبل الكلاب. وراجا بيكون مبسوط جدا وبيقول ان شنكر ده احسن خدام عنده. وبنشوف مرات راجا وبيكون شكلها حلو جدا وبيبان عليها كده انها معجبه بشنكر. وفي اللحظه دي بيوصل واحد من رجاله راجا وبيعرفوا ان في مشكله في منجم الفحم، وان كل العمال عاملين اضراب، وده بسبب ان اخوه بيعاكس بنات العمال. وبنشوف اخوه ده واللي بيكون اسمه بيرجو، وبيكون عيل مفتري جدا وعمال يضرب في العمال. وفي اللحظه دي بيجي راجا وبيمسك ايده قبل ما يضرب الراجل وبيسأله ليه بتعمل كده، فبيقول له ان بنته جميلة جدا وكان بيعاكسها، ولما ابوها شافني زعق لي فضربته. وفي اللحظة دي بيضربوا الراجل بالقلم وبيقول له انه ما ينفعش يعاكس اي بنت من بنات العمال، لان مهمتنا اننا نحميهم لانهم مسؤولين مننا. وبنعرف ان الراجل ده هو ملك المدينة كلها والناس كلها شغالة عنده. وتاني يوم بيكون الراجل عامل حفلة ببيته، وبنشوف الشخص اللي اسمه بابو وبيكون واقف مع ابوه اللي اسمه بيجي، واللي بيكون عامل نفسه دكتور وبينصب على الناس. وبتيجي الست دي وجوزها وبيطلبوا منه علاج علشان جوزها تعبان، وابنه بيقول له يا عم حرام عليك، الادويه اللي انت بتخترعها دي هتموت الناس. بعدها بنروح لراجا واللي بيكون واقف مع اخوه في قبو البيت، وبيجيب الشخص ابو البنت اللي كان اخوه بيعاكسها من شويه، وبيقول له انت خليتني اضرب اخويا لاول مره قدام الناس واهنته. فبيقول له العامل اخوك بيعاكس بناتنا واحنا بناتنا مش لعبه في ايديكم. فبيرد عليه راجا وعينه كلها شر وبيقول له انتم وبناتكم عبيد عندنا حتى زوجاتكم. وفي اللحظه دي بيطعن الراجل وبيخلص عليه. وفي اللحظه دي بيدخل شنكر لقبو البيت علشان يجيب حاجه، فبيوقع الحاجات دي بالغلط. وفي اللحظه دي بيشوفوا بيرجو واللي بيفضل يضرب فيه بكل عنف لانه فاكر انه كان بيتجسس عليهم، وشافهم وهم بيقتلوا الراجل وبيساله انت كنت بتتجسس علينا، احكي لي بقى كل اللي انت شفته. وبنعرف ان شنكر اصلا اخرس مش بيتكلم، وبيرجو بيفضل يضرب فيه بكل عنف علشان يعرف منه ايه اللي شافه. وشنكر ما بيعملش اي حاجه لانه اصلا ما يعرفش حاجه، وشنكر بينضرب وهو ساكت. وفي اللحظه دي بيجي راجا وبيقول له انت ليه بتضربه، فبيعرفه انه مش عاوز يتكلم ويقول هو شاف ايه. فبيقول له يا ابن العبيطه هيتكلم ازاي ده اخرس. وبيعرفه ان شنكر هو اكتر واحد مخلص ليه لانه هو اللي مربيه من صغره، ولو كان شايف اي حاجه كان هيجي يعرفني على طول. وبيقول لشنكر ما تزعلش من بيرجو، كل اللي حصل سوء تفاهم. فبيمشي شنكر من المكان وبيدخل المكان اللي بينام فيه وبيكون زعلان جدا انه انضرب. اما راجا فبيكون متقل في الشرب وبيدخل لمراته واللي بتكون بتجهز له نفسها، بس عشان هو متقل في الشرب بينام وبيشخر. ومراته بتحزن جدا وبتروح تقف في الشباك. وفي اللحظه دي تشوف شنكر وهو قاعد يعزف على آلة صغيره وبيبان عليها انها معجبه بيه. وفي نفس الوقت بيكون بيرجو واقف من بعيد وبيراقب كل اللي بيحصل. وتاني يوم بنشوف الراجل ده وهو رايح لشغله، بس بيجي بيرجو بالموتوسيكل وكان هيموته. ولما بيرجع لراجا بيحكي له اللي حصل وان اخوه كان هيموته، فبيقول له يا عم ما تكبرش الموضوع قوي كده، ده اكيد بيحبك يعني وبيهزر معاه. وفي اللحظة دي بيتصل عليه رئيس الشرطة وبيعزمه على فرح بنته. تعالوا بقى نروح لمكان تاني خالص وبنشوف بنت جميلة جدا واللي بيكون اسمها جوري، واللي بتكون قاعدة تاكل مع الأطفال وبيكونوا قاعدين في وسط الشارع وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا ويستمتعوا بوقتهم على الآخر. وفي اللحظة دي بيكون معدي راجا ورجالته بالعربية من نفس الطريق، بيلاقوهم قافلين الطريق، ولما بيطلبوا منهم إنهم يعدوا بترفض البنت. فبينزل لها فيجي وبيقول لها بعد إذنك يا عسل ممكن نعدي، فبتقول له لا مش ممكن يا ظريف، انت ممكن تلف من طريق تاني. فبيقول لها انت شكلك بنت عبيطه، فبتروح تمسك فيه وبتقول له يمين دي اللي عبيطه يا. بس في اللحظه دي بتيجي عمتها تاخدها وبتفضل تضرب فيها وبيرجعوا للبيت. وبنعرف ان البنت دي مشاغبه وان ابوها مات واخوها مسافر ومتجوز ومبسوط هناك ومش بينزل هنا. وجوري بتقول لها من غير الفلوس اللي اخويا بيبعتها كل شهر كان زماننا بنشحت. تعالوا بقى نروح للفرح بتاع بنت رئيس الشرطه، وبيدخل راجا وبيحضن صديقه. وفي اللحظه دي بنشوف جوري واللي جايه هي وعمها ومراته، واللي اول ما بيشوفها راجا بيتسحر جدا بيها وشكلها كده دخلت دماغه. وبيجي عمها وبيسلم عليهم وبيطلب من راجا انه يساعده في جوازة جوري لانهم فقراء ومعهمش فلوس. وراجا بيوافق انه يساعده، والشخص ده بيأكد على كلامه ان تكاليف فرح جوري كلها تكون على راجا، والبنت اصلا ما بتكونش مهتميه كل الكلام اللي هم بيقولوه ده وبتسيبهم وبتمشي. وبعد الليله دي بنشوف راجا في البيت بتاعه واللي عمال يسكر وبيتخيل جوري قدامه وبيجري زي العبيط وكان هيقع من الشباك، بس الراجل ده بيلحقه على اخر لحظه. فبيعرفوا راجا انه معجب جدا بجوري
جوري لدرجة انه بقى يتخيلها قدامه في كل مكان. اما جوري فبنشوفها وهي بتتخانق مع عمها ومراته بسبب انهم عاوزين يجوزوها واحد هي ما شافتوش وما تعرفوش. فبيقول لها عمها ان العريس ده غني جدا وانها هتعيش اميرة في قصر بدل ما هي عايشة شحاتة. بس البنت بترفض برضه وبتقول له انها مش هتتجوز حد ما شافتوش وانها لازم تشوف صورته الاول. اما شنكر فبنشوفه وهو نازل، والمفاجأة هنا انه بيكون بيتكلم وبيقول للراجل ده انه يحضر الحصان لراجا، والراجل بيتصدم جدا لانه عارف انه اخرس، فازاي بيتكلم فجأة؟ فبيقول له يا عبيط انا اصلا بتكلم بس كنت عامل نفسي اخرس علشان اراقبكم واوصل كل حاجة عنكم لراجا. وبيعرفه ان هيقول لراجا كل حاجة عارفها عنه. والراجل بيكون واقف كده ورقبه عماله تخبط في بعض. وفي اللحظه دي بيخرج صاحب شنكر وبيقول للشخص ده يا عبيط انت اي حاجه بتصدقها كده، انا اللي كنت بتكلم. وشنكر كان بيحرك شفايفه وعشان هم اصحاب من الطفوله كانوا بيتدربوا على الموضوع ده. والراجل ده بيقول لهم حرام عليكم اعصابي ثابت. اما الشخص ده فبيروح لراجا وبيعرفه ان اهل جوري وافقوا على الجواز بس البنت هي اللي رافضه، وبتقول لهم انها لازم تشوف صوره العريس الاول. وراجا بيقول للدرجه دي شكل وحش وبيبص في المرايه وبصراحه شكله بيكون قبيح جدا. فبيقول له الشخص اللي معاه ده انا معايا وصفه سحريه هترجعك 30 سنه لورا. فبيقول له لا انا عندي حل احسن، وهو ان انا ابعت صوره شخص تاني يكون شكله حلو وشاب. وبنروح بقى الجوري واللي بتلاقي هدايا كتير وصلت للبيت من راجا، وعمتها بتكون مبسوطه جدا من الهدايا وبتقول لها اخيرا هتتجوزي جوازه حلوه. بس البنت بتقول لها ومين قال لك ان انا موافقه؟ فبيعرفوها ان العريس بعت صورته. فبتاخد البنت الصوره وبتجري فورا من المكان وبتدخل لغرفتها وبتقعد بقى تشوف الشخص اللي في الصوره. والمفاجاه هنا انها بتكون صوره شنكر، والبنت اول ما بتشوفه بتعجب جدا بيه وبتوافق على الجواز. اما زوجة راجا فبتكون متضايقه جدا بسبب انها ما بتقدرش تتكلم. وبنروح للراجل ده واللي عمال يسرح شعره ويظبط نفسه علشان الفرح، وبيدخل عليه ابنه وبيقول له انت بتعمل ايه يا حاج؟ فبيعرفه ان راجا هيتجوز وان هو كمان بيفكر يتجوز. ولما بيسألوا عن البنت اللي بيحبها فبيعرفوا انها راسل الخدامة. والواد بيتضايق جدا لان هو كمان بيحبها، وبيفضلوا بقى يزعقوا ويتخانقوا مع بعض. وفي اللحظة دي بتوصل راسل وبيسألوها انت بتحب مين فينا يا قمر؟ والبنت بتقول لهم اختاركم انتوا الاتنين. بيتصدموا جدا وبيبصوا لبعض. اما تاني يوم فبنشوف الفرح بتاع راجا وبنشوف العريس واللي بيكون مغطي وشه علشان العروسه ما تعرفش خدعته. وبنشوف الواد ده وابوه واللي عمالين يتكلموا على ان المفروض ان العروسه بس هي اللي بتغطي وشها. بس في اللحظه دي بيوصل شنكر والعروسه اول ما بتشوفه بتتصدم جدا، امال مين اللي قاعد جنبها ده؟ واول ما بتشيل الغطا من على وشه بتتصدم جدا من شكله المرعب لدرجه انها بيغمى عليها. فبيقول راجل للمأذون اكتب الكتاب يا عم يلا وخلصنا، ده شويه ارهاق مش اكتر. والمأذون فعلا بيكتب الكتاب والجوازه بتتم وبياخدها العريس للسرير وهي مغمى عليها. واول ما بتفوق وبتشوف الكائن ده قدامها بتفضل تصوت وبتصرخ وبتساله انت مين يا جدع؟ فبيقول لها انا جوزك. فبتقول له لا انتم ضحكتوا عليا وبعتوا لي صوره شخص تاني وهو ده اللي انا وافقت عليه، مش انت يا عجوز يا اللي شكلك وحش. فبيقول لها عجوز عجوز بس رياضي، وبيحاول يقرب منها فبتعرفه انها هتموت نفسها وبتمسك السكينه وبتعرفه ان الموت اهون من انها تعيش معاه وانه يبعد عنها ما يقربش. فبيخطف منها السكينه وبيرميها من الشباك وبيمسكها وبيعرفها انه خلاص بقى جوزها وانه من حقه يطلب وهي تنفذ. وبيقول لها هسيبك تفكري والاحسن ليكي انك توافقي بمزاجك احسن ما توافقي غصب عنك. وبيسيبها وبيمشي من المكان فورا. وبيلاقي مراته التانية واقفه بره وعماله تضحك عليه وبتقول له كنت عارفه انها اول ما تشوف شكلك الحقيقي هتترعب وان محدش وافق بيك غيري. فبيمسكها وبيقول لها لو ساعدتيني انها تحبني وتوافق ساعتها هديكي كل اللي تطلبيه. وتاني يوم بنشوف جوري واللي بتحاول تهرب من المكان وبتفضل تجري لحد ما بتوصل للباب بس بيهجم عليها الكلاب دي. فالجدع ده بيضرب طلقه في الجو والكلاب بتسكت وبيقول لها انا مش هقتلك علشان اخويا محتاجك. وبيدخلها فعلا لاخوه واللي بيفضل يزعق لها وبيمسكها من شعرها وبيعرفها انه هيحبسها زي الكلاب من غير اكل ولا شرب لحد ما توافق وتسمع كلامه. وشنكر وصاحبه بيكونوا واقفين ومصدومين من اللي شايفينه. وبعدها بيقول شنكر لصاحبه شكل اكيد راجا متجوز البنت دي غصب عنها واننا لازم نروح لابوك نفهم منه ايه اللي حصل بالظبط. وبيروحوا فعلا لابوه وبيخلوا البنت دي تشربه خمره كتير علشان يسكر. ولما بيسكر بيظهر ابنه من وراه كأنه شبح فبيخاف ابوه جدا وبيقول له انت عايز
مني ايه؟ فبيقول له انا جاي اقبض روحك علشان انت ساعدت راجا يتجوز بنت غصب عنها، والبنت دي كمان بتقول انها سمعت انه ساعد راجا يتجوز البنت من غير ما تشوفه. فبيحترف الراجل ان راجا بعت صورة شخص تاني للبنت بس ما يعرفش صورة مين اللي اتبعتت. فبيخرج شنكر وصاحبه وبيقعدوا يفكروا، بس في اللحظة دي بيشوفوا جوري وهي بتحاول تنتحر. فبيجري شنكر بسرعة وبينط من الشباك وبينقذها على اخر لحظة. والبنت اول ما بتشوفه بتقول له ليه عملت فيا كده؟ خدت كام بقى علشان تساعدهم؟ يضحكوا عليه ويبعتوا لي صورتها. وشنكر اول ما بيشوف صورته بينصدم جدا لانه ما يعرفش حاجة اصلا عن الموضوع ده. والبنت وهي منهارة بتعرفه انها اول ما شافت صورته حبته جدا وكانت فرحانة جدا انها تتجوزه وتعيش معاه، لكن كل حاجة اتدمرت بسبب غش شكلية. وبتنهار البنت وبتفضل تضرب فيه وهي بتقول له ليه عملت فيا كده، وبتمسك رجليه وبتقول له ليه ما بتردش عليا. بس في اللحظة دي بيدخل عليهم صاحبه وبيعرفها ان شنكر مستحيل يتكلم لانه اصلا اخرس وانه فعلا ما يعرفش اي حاجة عن قصة الصورة اللي اتبعتت. وبيعرفها ان شنكر اتربى وعاش حياته كلها هنا وراجا بيعتبره احسن خدام عنده. ولما بتبص وراها مش بتلاقي شنكر اصلا لانه بيكون زعل ومشي فورا من المكان. فبتجري وراه علشان تحتذر له لما عرفت الحقيقة، بس بتلاقي الراجل اللي شكله وحش ده قدامها فبترجع تاني بسرعة. اما راجا فبيدخل الاوضة بتاع مراته التانية بس كالعادة بينكف على وشه وبينام. والبنت بتقرر تروح لشنكر ولما بتبص بتلاقيه قاعد قدامها بتجري وبتحضنه من ظهره واللي بيكون بيرجو اخو راجا. فبتتصدم البنت جدا وبيقول لها لو عاوزة شنكر فانا احسن من شنكر، وبيفضل يهجم عليها والبنت بتحاول تهرب منه وبيفضل يجري وراها لحد ما بيوصلوا المكان وبيحاول يحتدي عليها هناك. بس في اللحظة دي بيسمع شنكر الصوت فبيجري فورا للمكان وبيهجم عليه وبيكسر به المكان. بس لما بيلاقيه بيرجو اخو راجا ما بيرضاش يضربه، بس الواد الرخم ده بيفضل يستفز فيه وبيقول له سكت ليه ما تضرب، وبيفضل يضرب فيه. وفي اللحظة دي بيخرج راجا من المكان على الصوت وبيقول له هو انت ليه بتضرب شنكر؟ فبيقول له انا مسكته مع مراتك متلبسين ولما شفت المنظر ما قدرتش اسكت. فبياخد راجا العصايه وبيفضل يضرب في شنكر. بتيجي مراته وبتحضن شنكر وبتقول له ما تضربوش، هو ملوش اي ذنب، انا السبب لان انا اللي كنت بحبه، لكن هو ما يعرفش حاجه عن الكلام ده وانا اللي رحت له. فبيقول راجا ما دام فضلت الخدام بتاعي عليا يبقى انت كمان لازم تكوني خدامه. وفعلا بياخدها البيت دعاره وبيعرف الست دي انها تاخدها عبيده عندها علشان دي قيمتها. اما جوري فبنشوفها وهي رايحه لمكان شنكر علشان تطمن عليه وبتاخد حته قماشه وبتلفها على الجرح اللي في دماغه وبتعتذر له وبتعرفه انها ما كانتش تعرف انه مظلوم وانه ملوش دعوه بالحكايه دي. وتاني يوم بنشوف اخو جوري واللي بيكون راجع من السفر وبيجي عمه ومراته وبيرحبوا بيه، ولما بيسالهم عن اخته بيعرفوه انها اتجوزت. والولد بينصدم جدا ازاي اخته اتجوزت من غير ما هو يعرف، فبيعرفوه ان جوزها غني جدا. اما راجا فبيقول لجوري ان الجواب ده من اخوها وبيعرفها ان اخوها رجع من السفر وجاي دلوقتي علشان يشوفها، ولو فكرتي انك تحكي له حاجه هخلص على اخوكي وهخلص عليك انت كمان. ولما بيوصل اخوها وبيشوف راجا بينصدم جدا من سنه لانه كبير جدا واخته لسه صغيره. وجوري بتيجي وبتحضن اخوها وهي بتعيط وبتساله ليه ما حضرش فرحها، فبيعرفها انه اصلا لسه عارف انها اتجوزت وانه جاي يطمن عليها ويشوفها مبسوطه ولا لا. فبتعرفه انها مبسوطه جدا وان المكان ده كله ملك ليها. فبيطمن اخوها وبيطلب من جوزها انه يحافظ على اخته لانه ملوش غيرها في الدنيا، وبيسيبهم بعد ما اطمن على اخته وبيمشي فورا من المكان. وبنشوف بعدها اخته واللي بتكون منهاره جدا وعماله تعيط، واخوها بنشوفه هو راكب عربيه شكلها غريب كده علشان يرجع للبيت وبيلاقي قدامه شنكر واللي جاي يجري وراه وبيحاول شنكر يفهم اخوها انها اتجوزت غصب عنها. ولما مش بيفهمه بيجيب حجر وبيكتب بيه على الحيط اختك في خطر ولازم ترجع تنقذها. واللي بيرجع فعلا وبيلاقي راجع عمال يضرب فيها فبيمسكها اخوها وبيقول لها ليه ما قلتليش الحقيقه، فبتطلب منه انه يمشي من المكان لانهم خطر وممكن يقتلوه، بس هو مش بيخاف وبيحاول يقف قصاد راجا وياخد اخته ويمشي من المكان. بس في اللحظه دي بيوصل اخو راجا وبيضربه وبيطيره بعيد وبيقول له راجا انت فاكر انك ممكن تيجي القصر بتاعي وتاخد مراتي وتمشي؟ انت مجنون، مفيش قوه على الارض هتقدر تاخد مراتي مني. فبيهجم اخو البنت على بيرجو وبيضرب فيه، بس راجا بيجيب السيف بتاعه علشان يقتل اخوها. ولما بتشوف جوري الكلام ده بتترجاه يسيب اخوها بس هو مش بيهتم وبيخلص عليه فورا. وفي اللحظة دي بيوصل شنكر للمكان وبيضرب بيرجو وراجا وبيطيرهم من المكان وبيروحوا يطمنوا على اخو البنت واللي بيطلب من شنكر انه ياخد اخته ويوصلها لمكان امان وبيموت. فبيقول راجا لشنكر انت بتتحداني ازاي تقف قصادي؟ فبيمسك شنكر السيف وبيهدده وبياخد جوري وبيخلع من المكان واللي بيقابله بيضرب فيه وبياخدها وراه على الموتوسيكل وبيجروا فورا وسط ضرب النار.
وبيقدر انه يهرب فعلا على اخر لحظه قبل ما البوابه تتقفل، وبيقعوا في الميه وبيحاول بيرجو انه يقتلهم، فبيعرفوا اخوه انه محتاجهم عايشين. ولما بيلاقي شنكر انهم متحاصرين من رجاله راجا في اللحظه دي بيضطر انه ينط هو والبنت من فوق الشلال في منظر جامد جدا. فبيقول بيرجو انهم اكيد اموات، لكن راجا بيكون له راي تاني وبيقول له شنكر زي القطط ب7 ارواح ولازم يشوف الجثه بتاعته قدامه علشان يتاكد انه مات. وبيبعت وراهم هليكوبتر تدور عليهم، بس بيرجعوا وبيعرفوه انهم مش لاقيين حد، وراجا بيتعصب وبيقتل الشخص ده. وفي اللحظه دي بيوصل رئيس الشرطه والعساكر دول، وراجا بيعرفه ان شنكر خطف مراته وهرب، وبيطلب منه انهم يساعدوه مقابل فلوس، واللي بيوافق جدا. وبيركب راجا الهليكوبتر وبيروح يدور بنفسه، وبنشوف شنكر وجوري وهم راقدين على الارض علشان محدش يشوفهم، والبنت بيكون مغمى عليها وبيفضل شنكر يفوقها علشان يهربوا، وبياخدها وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا الغابه. اما بيرجو اللي معاه فبيقدروا انهم يلاقوا الحلق بتاع جوري وبيشوفوا اثار رجليهم، فبيبلغ فورا اخوه باللي وصل له وبيعرفه ان اثار رجليهم بتوصل للغابه. اما راجا فبيقدر فعلا انه يشوف شنكر وبيفضل يضرب عليه نار، فبياخد شنكر البنت وبيفضلوا يجروا فورا من المكان لحد ما بيوصلوا الغابه وبيحاولوا يهربوا منهم. فبيتصل باخوه وبيعرف الطريق اللي مشيوا منه علشان يروح لهناك ويقبضوا عليه. وبنشوف شنكر واللي متعلق على شجره وبيصطاد واحد منهم وبيخلص عليه، وبيرجو بيكلم اخوه وبيعرفوا انهم مش لاقيين حد هنا. ولما بيلاقي راجع ان الليل هيدخل بيعرفهم انهم يخيموا مكانهم، وبالليل بيكونوا مخيمين فعلا في المكان، وشنكر بيكون شايفهم من بعيد وبيراقبهم. والبنت بتكون جعانه جدا وبنشوف الراجل ده واللي معاه طبق فيه اكل وبيسيبه وبيرجع علشان يجيب ازازه ميه، فبيظهر شنكر وبياخد الطبق بتاعه وبيخلع فورا من المكان وبيروح للبنت وبيفضلوا ياكلوا مع بعض. وتاني يوم بنشوف رجاله كتير وهم بيدوروا عليهم، وجوري وشنكر بيكونوا مستخبيين، وبيقدر شنكر انه يشنق 2 منهم ويعلقهم في الشجر. والراجل ده بيخاف وبيعرف بيرجو ان كده شنكر قتل 3 منهم، وبنروح للجندي ده واللي بيقدر يشوف شنكر، بس قبل ما بيتكلم بيكون مات بسبب الفخ اللي شنكر عمله. وبيرجو بيشوفه وبيفضل يضرب عليه نار، بس بيكون في رصاصه خرمت تانك البنزين بتاع العربيه، فبيروح شنكر وبيحك حجرين في بعض وبيقدر انه يولع في العربيه وبتنفجر. وفي اللحظه دي بيوصل راجل للمكان وبيعرف ان كل الجنود ماتت ومش فاضل غير اخوه والراجل ده، فبيعرفهم الضابط ده انهم لازم يرجعوا فورا من المكان والا شنكر هيصطادنا وهنحصل اللي ماتوا، واننا نراقب من بعيد علشان نقدر نقبض عليهم. وبيعملوا كده فعلا وبيركبوا الهليكوبتر وبيخلعوا من المكان. ولما بيشوفهم شنكر وجوري وهم ماشيين من المكان بيفرحوا جدا بالانتصار ده، وبيفضلوا بقى يرقصوا ويغنوا ويستمتعوا بوقتهم على الاخر، وبيكونوا الاتنين حبوا بعض جدا. بس في اللحظه دي جوري بتتصاب بطلقه في دراعها، وشنكر بينصدم وبيظهر من وراه الهليكوبتر اللي فيها راجا واللي معاه، وبيجري شنكر على البنت وبيكون خايف جدا عليها، بس بيكونوا اتحاصروا من كل مكان وبيبعدوهم الاتنين عن بعض. وبيفضل بيرجو يضرب في شنكر بكل غل لحد ما بيكسروا على الاخر. ولما بتحاول البنت انها تدافع عنه بيسحبها راجا من شعرها وبيقول لها بتخونيني علشان خدام، وبيزقها واللي بتتخبط في صخره وبيغمى عليها. ولما بيحاول شنكر انه يساعدها في اللحظه دي بيطلع راجا سكينه وبيخلص عليه وبيديله ضربه يطيره من فوق الشلال. وبنروح لصاحب شنكر واللي بيتكلم مع اللعبه اللي معاه دي، وبيدخل عليه ابوه وهو حزين وبيعرفه ان راجا قتل شنكر واخد جوري. والواد بينصدم جدا لما بيعرف ان صاحب عمره مات. وبنشوف جوري واللي بتكون لسه عايشه وبيكون راجا واخدها لنفس البيت اللي ودى فيه مراته الاولى، وبيقول لصاحبه المكان انه كان ممكن يقتلها زي ما قتل شنكر، بس هو عايزها تتعذب هنا باقي عمرها. وبتكون سامعاهم من بعيد مراته الاولى وبتعرف انه قتل شنكر وبتكون حزينه جدا. وتاني يوم يكون فيه ولد ماشي في الغابه وبيلاقي نقطه دم نزلت عليه من فوق، ولما بيبص بيلاقي شنكر فوق الشجر، فبيجري الولد فورا من المكان وبيعرف والده، واللي بيجي وبيشوف المنظر ده فبياخده للبيت بتاعه وبيفضل يعالجه وبيخيط كمان الجرح اللي في رقبته وبيلفه في شاش كده وبيسيبه بقى يرتاح. وبعد شويه وقت بيفوق شنكر، واول ما بيشوف الولد الصغير بيعرف ابوه، واللي بيجي وبيقول له انه ما يتحركش لان الجرح بتاعه لسه بيلتئم، وبيعرفه ان كان في شرايين معينه كده مقطوعه هي اللي كانت مخلياه اخرس ما بيتكلمش، وانه صلحها ودلوقتي هيرجع يتكلم من تاني. والشخص ده بيكون عنده فضول انه يعرف قصته وازاي بقى اخرس. وشنكر يفضل يفتكر ذكرياته في الماضي، وابو شنكر كان شغال في منجم فحم، واثناء ما كان شغال لقى الماس وراح وعرف راجا انه لقاها وانه هيبقى غني بقى والجو ده. وراجا لما بتشوفها بيطمع وعينه بتزغلل. وابو شنكر بيمشي من المكان وبيرجع للبيت وبيعرف زوجته انه لقى الماس وهيبيعوها وهيكونوا اغنياء ومش هيرجعوا للفقر من تاني. بس في اللحظه دي دخلوا عليهم رجاله راجا وخلصوا عليهم فورا، وبيجي
بيجي شنكر بعد كده وهو منهار وبيقول لهم انه هينتقم لاهله ويخلص عليهم وهيعرف كل الناس حقيقته. بس بيجي راجا من وراه وبيحط فحم بقه، وده اللي تسبب انه بقى اخرس ما بيتكلمش، والواد ما بيشوفهوش وما بيعرفش انه راجا هو اللي عمل فيه كده. وراجا بيجمع اهل القريه وبيمثل بقى انه هياخد حق اهل شنكر وكده، وبيقول له شاور لي بس على اللي خلصوا على اهلك. وبيبص في اللحظه دي بيشوف الاتنين دول وبيشاور له عليهم، فبيقول للشرطه انها تقبض على الاتنين دول، وبيقبضوا عليهم فعلا وبيخلصوا عليهم وبيوروا له جثتهم على اساس يعني انه اخد حق اهله وكده. وبيقول للناس كلها انه هياخد شنكر ويربيه عنده زي ابنه علشان الناس تحبه ويعمل شعبيه. اما جوري بقى فبنشوفها واللي بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها في بيت دعاره، وفي اتنين كده بيشوفوها وبيكونوا عاوزين ياخدوها، بس البنت دي بتقف قدامهم وبتمنعها، وبتاخد البنت دي جوري وبتقعد معاها وبتعرفها ان راجا قتل شنكر. والبنت اول ما بتسمع كده بتنصدم جدا وبتكون مش مصدقه، وبتقول لها لا اكيد لسه عايش، مستحيل يموت. وعلى جانب تاني بقى بنشوف شنكر واللي بيحاول يقوم من تاني، واللي بيفضل بقى يتحرك ويجري وبيحاول يرجع لياقته ويستعيد قوته. والايام بتعدي وشنكر بيتعافى واحده واحده. اما راجا فبنشوفه واللي بيكون واقف كده بيستقبل الناس اللي شغال معاهم في تجاره الالماس. والمفاجاه هنا انهم بيطلعوا نفس الاتنين اللي قتلوا عيله شنكر زمان، وطلعوا اصلا ما ماتوش، ودي كانت خدعه. وبياخدهم وبيدخلوا جوه وبيفضلوا يسكروا بقى ويحتفلوا وبيوروهم الالماس الجديد. وفي اللحظه دي بتدخل عليهم صاحبه البيت وبتعرف راجا ان زوجته الاولى مش مخليه حد يقرب من جوري خالص، فبيبعت بيرجو ورجالته علشان يخلصوا عليها. وفعلا بيفضلوا يضربوا فيها وبيمرمطوها على الاخر. فبتيجي جوري وبتحاول تدافع عنها، بيضربها بيرجو بسكينه وبيخلص عليها فورا، وبياخد جوري وبيعلقها في الشارع في مزاد علني للي يدفع اكتر، وبياخد السلسله بتاعتها وبيرميها. بس بيظهر شنكر وبيمسكها وبيقرر ينقذها، بس بينصدم هنا لما بيشوف الاتنين اللي قتلوا ابوه وامه واللي بيكونوا لسه عايشين، وبيعرف ان راجا ضحك عليه وان هو اللي قتل ابوه وامه. وبينصدم لما بيعرف انهم لسه عايشين. وواحد فيهم بياخد جوري وبيحاول يمشي من المكان، فبيروح شنكر علشان ينقذها، بس بيرجو بيديله بوكس بيطيره بعيد، وبيروح له وبيقول له انا هخلص عليك دلوقتي. وبيستغرب بيرجو جدا انه بقى يتكلم، فبيقوم شنكر بكل غل وبيفضل يضرب فيه، بس الواد بيحاول يجري منه وشنكر بيفضل يجري وراه لحد ما بيمسكه وبيتمكن منه، وبيفضل يضرب فيه وبياخده كمان وبيخبط راسه في النار وبيخلص عليه. اما جوري بقى بيكونوا واخدينها الاتنين دول وبيجروا فورا من قلب المكان، وهي بتفضل تضرب فيهم لحد ما بيتشتتوا وبيقعوا بالعربيه من فوق الجبل. فبتستغل الفرصه وبتحاول انها تهرب، واثناء وهي بتهرب بتلاقي شنكر قدامها واللي بتفرح جدا وبتروح تحضنه ومش مصدقه ان هو عايش. بس بيجي واحد من الاتنين دول وبيقول له ان البنت دي هو اشتراها وانها من حقه، بس شنكر بيفضل يفكره بالماضي وان هو اللي قتل عيلته. والراجل بينصدم اول ما بيسمع ده، وبيفضل شنكر يضرب فيه وبيديله رجل بيطيره من فوق الجبل، وبيجري وراه وبيمسكه على اخر لحظه وبيساله مين اللي امرهم انهم يقتلوا ابوه، وبيقول له عرفني مين اللي ساعدكم وانا هنقذك. فبيعرفوا ان راجا هو اللي امرهم انهم يقتلوا عيلته، بيعرفوا ان هو كمان اللي حط الفحم في بقه وتسبب انه يبقى اخرس. ولما بيعرف كده بيسيبه يموت، وبياخد جوري بعد كده بيروحوا يقعدوا في مكان وبيقول لها ما تقلقيش انا معاكي، وبيحكي لها كل اللي مر بيه. وفي اللحظه دي بيقرر انه ينتقم من اللي خلصوا على عيلته كلهم واحد ورا التاني، وبيروح لبيت صاحبه واللي اول ما بيشوفوه بيخافوا جدا وبيفتكروه شبح، ولما بيشوفوه بيتكلم بيخافوا اكتر. بس بيعرفهم انه ما ماتش وبيحكي لهم كل اللي حصل وكل اللي مر بيه، وهم بيفرحوا جدا انه لسه عايش. والراجل ده بيقرر انه يساعده. اما الشيطان ده بقى لما بيعرف ان اخوه مات بيتضايق جدا وبيكون عايز يعرف مين اللي قتله علشان ينتقم منه. بس في اللحظه دي بيترمي له جثه صاحبه كمان، وبيلاقي كمان معاه تسجيل بصوت شنكر واللي بيقول له ان هو اللي قتل اخوه وصاحبه وانه راجع علشان ينتقم منه وقريب هيعرف هو مين. وهو علشان ما سمعش صوت شنكر قبل كده ما بيعرفش ان هو. وبيعمل شنكر بعد كده خطه مع واحد صاحبه وبيكلم صاحبه ده، وصاحبه بيكلم الراجل التاني اللي قتل ابو شنكر وبيعرفه ان حياته في خطر وان في حد جاي يقتله وانه لازم يمشي ويروح لقصر راجا دلوقتي. والراجل بيخاف فعلا وبيجري فورا من المكان. بس بتيجي جوري وبتركب معاه العربيه وبتقول له ياخدها معاه لانها خايفه من الراجل اللي قتل صاحبه وانه بيجري وراها دلوقتي، فبيقول لها تركب وبيجروا الاتنين من المكان، وبتضحك عليه وبتدخله من طريق تاني لحد ما بتوصله للمكان اللي فيه المنجم اللي مات فيه ابو شنكر. ولما بيسالها انت جبتيني هنا ليه، فبتعرفه انها محضره له مفاجاه، وبتقول له فاكر الاتنين اللي انت موتهم زمان علشان الالماس، ابنهم دلوقتي واقف وراك. والراجل اول ما بيشوفه بيترعب وبيجري من المكان،
وبيركب الاسانسير ده وبينزل لتحت منجم الفحم، وشنكر بيتعلق في الحبل وبينزل وراه لحد ما بيمسكه وبيضربه وبيطيره، وبيفضل يطحن فيه على الاخر. بس الراجل ده بيقدر يتمكن منه، فبيضرب شنكر الاسانسير واللي بيخليه يقع عليه وبيجري، والراجل بيموت. وبيعلقه بعد كده على الونش، ولما بيجي راجا وكل الناس بيسمعوا صوت شنكر وبيوجه كلامه للراجل ده وبيقول له مش ده صاحبك اللي انت خليت الشرطة تموتهم من 20 سنة، وان الضابط اللي واقف جنبك هو اللي قتله. وبيظهر له بعد كده شنكر، واللي بيتصدم جدا اول ما بيشوفه لانه بيكون فاكره ميت. بيقول له انت انسان وسخ، وانا عرفت كل حاجه، وانك اكلتني الفحم وقتلت عيلتي علشان الذهب والالماس، وكل ده ليه؟ علشان الفلوس. والناس اول ما بيعرفوا حقيقته بيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوه بالحجاره، ورجالته بيفضلوا يضربوا عليهم نار وبيموتوا عدد كبير منهم. والمفتش ده بيرمي عليهم قنابل، فبياخد شنكر قنبله منه وبيحطها في بقه وبيفجره. ولما راجر يعرف انه بقى لوحده بيجري وبينط على قطر ماشي، وشنكر بيطلع من وسط النار وبيفضل يجري وراه وهو مولع، وبيقدر انه يسبق القطر في مشهد مبهر، وبيقدر انه يوصل له وبيسحبه من القطر وبيرميه على الارض، وبينزل ضرب فيه وبيفضل يطحن فيه على الاخر وما بيرحموش، لحد ما الراجل ده بيمسك فاس كده وبيقول له انا هخلص عليك دلوقتي. ولما بيعرف انه واقف على براميل وقود بيمسك جمرة مولعة وبيرميها على الارض، واللي بتولع بيه وبتخلص عليه وبيرتاح منه ومن شره. وفي اللحظة دي بعد ما انتهى من اللي قتله اهله وخلص على الشر اللي موجود، بتجيله جوري وبتحضنه، وبيقرروا انهم يعيشوا حياتهم مع بعض في سعادة. وهنا بينتهي ملخصنا العالمي. اشوفكم الفيديو الجاي.